كلمة فريلانسر أو إنك تلاقي حد بيشتغل من بيته دلوقتي دي حاجة ما عادتش غريبة على المجتمع العربي، ويمكن ده بقينا بنشوفه أكتر خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا. فلو أنت موظف ونفسك تجرب تشتغل من على الإنترنت أو نفسك تسيب شغلك خالص، تعال أقول لك على أهم 5 مزايا و5 عيوب لشغل الفريلانس. بس قبل ما أقول لك ما تنساش تعمل فولو لايك. أنا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. من اهم مزايا شغل الفريلانس واللي يمكن بسببها موظفين كتير تعبانين هي المرونه، الحريه انك تشتغل في اي وقت ومن اي مكان، من بيت، من كافيه، لابس فورمال، كاجوال، حتى البيجامه، المهم انك تسلم شغلك في ميعاده. وده يودينا للنقطه الثانيه. تاني ميزه لشغل الفريلانس هو عدد ساعات العمل. في شغل الفريلانس انت مش مرتبط يوميا بعدد ساعات عمل معينه، يعني انت مثلا ممكن تكون مرتبط اسبوعيا بعدد 40 ساعه زي الشغل العادي، ولو انت فريلانسر ساعتها هيبقى ليك مطلق الحريه انك تنظم عدد ساعات الشغل في خلال الاسبوع. ثالث ميزه، نوعيه العملاء هتختلف وهتكون اكبر لانك هتقابل ناس من جنسيات مختلفه، وده مع الوقت والاستمراريه هيطور في لغتك واسلوبك في التعامل. وكل ما كنت شاطر ومنجز وبتقدم شغلك باحسن سعر وكواليتي، كل ما قاعده العملاء بتاعتك زادت. رابع حاجه، مصاريفك هتكون مختلفه لان ساعتها انت المسؤول عن تنظيمها. يعني صحيح انك هتوفر في فلوس البنزين او المواصلات لو بتشتغل اونلاين، لكن في مصاريف تانية هتدفعها زي الكهرباء والانترنت واكلك وشربك. خامس حاجه، العائد المادي. خلينا متفقين ان العائد المادي هيكون ميزه وعيب في نفس الوقت، وهقول لك كمان شويه ليه. بس خلينا دلوقتي في الجزء الكويس، وهو انه غالبا هيكون بالدولار لانك هتتعامل مع جنسيات مختلفه. فالافضل في البدايه انك تتعامل من خلال مواقع العمل الحر، واللي قريب هعمل لك عنها فيديو. صحيح ان المواقع دي هتاخد منك عموله، بس في نفس الوقت هتلاقي عن طريقها عملاء وتبقى ضامن من خلالها فلوسك. وكل ما تقييمات شغلك زادت عليها، كل ما قاعده العملاء بتاعتك زادت، كل ما زاد سعرك، كل ما فلوسك زادت. وبما اننا اتكلمنا عن الفلوس، واجب عليا برضه اقول لك على اهم 5 عيوب للعمل الحر. اول حاجه، العمل الحر ما فيهوش مرتب ثابت ونسبه المخاطره فيه اكبر، لانك بمنتهى الامانه ممكن تقعد شهور من غير شغل ويجي شهر واحد يعوضك عن كل اللي فات. فمهم تبقى عامل حسابك وتقسم اي فلوس تجيلك علشان الشهور دي. تاني حاجه، مفيش وقت ثابت لشغلك في العمل الحر، وده مش كويس للناس اللي اتعودت على روتين الشغل، لان زي ما قلنا انت ممكن تقعد اوقات من غير شغل، واوقات تانية هتبقى مش عارف تنام من ضغط الشغل، ودي بقى اللي ساعتها تقدر تقول I can work under pressure. تالت حاجه، العمل الحر ما فيهوش لا تامين صحي ولا معاش ولا اجازات ولا ترقيات ولا حتى بونص. رابع حاجه، في العمل الحر انت مسؤول عن كل حاجه، لانك في الوظيفه بتبقى عامل زي ترس في مكنه، يا دوب تعمل المطلوب منك وتسلمه، وفي حد تاني مسؤول عن كل التسليمات. لكن في شغل الفريلانس انت اللي بتجيب الشغل وبتعمله وبتهندل العملاء وبتتفاوض معاهم وكمان بتستلم فلوسك. فاعمل حسابك انك في الاول هتتعب لحد ما تكتسب الخبره في الامور دي كلها. خامس واخر حاجه بقى، العزله. برغم انك بعد شويه هتكتشف انك اكتسبت كميه مهارات لو كنت موظف ما كنتش اتعلمتها، لكن مع الوقت برضه هتكتشف انك فجاه بقيت لوحدك وقاعد دايما قدام الكمبيوتر. وعلى فكره انت اللي هتقرر ده بمزاجك، فلو حسيت كده ابدا خد بالك عشان ما تتعبش نفس التعب اللي موظفين كتير بيعانوا منه، وهو عدم التوازن. بعد ما عرفنا في الفيديو ده اهم 5 مزايا وعيوب لشغل الفريلانس، هستناك تقول لي في الكومنتس انت دلوقتي بتشتغل موظف ولا فريلانسر، وشايف بالنسبه لك ايه الاحسن منهم.